متوسط معيشة الفرد حاليا في الوقت الحالي من غير سجاير كام؟ الشاب العادي المصري اللي لسه جاي جديد يحتاج كام في الشهر؟ اكل وشرب وسكن. متوسط معيشته هو 500 يورو في الشهر. ايجار واكل وشرب وكله يعني، ولو بيشرب سجاير كمان ممكن 50 يورو 500 يورو يكفوه. يكفوه. طب عاوز اعرف من حضرتك متوسط الايجارات في ميلان بالاخص. والله الايجارات انا ما عنديش الحاجات دي، بس اسمع ان بياخد 250 يورو في الشهر الايجار، اللي هو السرير اللي هو السرير بوستوليت. طب هل حضرتك معلش يعني ايه رايك في الناس اللي بتقعد 12 واحد و13 واحد؟ والله دول ناس مش كويسه، لان المفروض هو يظبط السكن على قد المقاس، زي ما الدوله هنا بتفرض عليك كل واحد ل 15 متر. بس طبعا احنا مصريين وبيصرفوا بعض ومشوا بعض، فممكن يبقى مثلا ما يبقاش كتير قوي في الشقه مثلا، اللي بيقعد 12 ما يقعدش 12، يبقى 6 كفايه عليهم، وبيسترزق من وراهم برضه يعني، خد بالك يعني. بيكسب من ورا. بيكسب وراهم طبعا، ما هو الشقه هيدفع لها، لو هو بيدفع راتها للشقه 700 يورو، لو قعد 6 في 250 1250 بيكسب 1500، بيكسب النص بالنص، حتى لو قعد فيها عدد قليل. هم الطمع اللي بيخلي المصريين يقعدوا فيها 12. طب ايه رايك لو واحد طلع قال لك مره ان في واحد بيحط سعر في المطبخ؟ لا لا سمعت لا عن كده لا يعني؟ لا لا، ما سمعتش كده انا بصراحه، امبارح بس مقابلني واحد هنا بقول لك صاحب السكن حاطط سريرين في المطبخ. بس دول ناس استغلاليه، بيستغلوا الموقف ويستغلوا ان ما كانش واحد جاي لسه جديد ومعهوش فلوس ومعهوش بتاع، ممكن ديت ايه، او بيستلف، فديت الاستغلال، واستغلال وحش مع المصريين مع بعض هنا في الحاجه دي.